السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، يا رب دايما تكونوا بخير ودايما منوريني. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مختلف شوية عن موضوعنا اللي فاتت، لكن هو طبعا ليه علاقة برضو بالطب البيطري والمشاكل اللي بتواجه أصحاب المزارع. المشكلة عندنا النهاردة مع الأرانب، من أكتر الحاجات المرعبة جدا بالنسبة لأي حد بيربي أرانب، وخصوصا لو الموضوع ده يعني هو عامله للربح، يعني المادي، مش لمجرد إن هو هياكل منها وخلاص. مشكلة الجرب. مشكلة الجرب طبعا الناس اللي بتربي عارفة إن هي بتاخد وقت طويل في علاجها، بتبقى مزعجة جدا وأحيانا كمان بتكون معدية. يعني تخيل انت جايب ارانب عشان تكسب من وراها فلوس، تلاقي نفسك بتدفع كمان عشان انت شخصيا تتعالج. علاج الجرب دايما بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية ودي أغلب الناس عارفاها وبيلجأوا لها على طول، وهي مرحلة الحقن. بنبدأ نحقن حاجة من مشتقات الأيفوماك أو أي علاج مضاد للطفيليات الخارجية، لأن الجرب ده هو عبارة عن حشرة. تمام. فبنحقن الايفوماك ده او مشتقاته زي ما اتفقنا تحت الجلد. بنمسك ارنب ارنب ونبدا نحقن تحت الجلد. بعد كده ان احنا نتعامل مع الاماكن اللي فيها اصابه. نتعامل بقى معاها بان احنا نغطس الارنب في دواء، ندهن حاجه، مرهم، كبريت، ايا كان العلاج اللي هنستخدمه ده. بنستخدمه بشكل موضعي عشان يقضي على الحشرة في المكان نفسه اللي متواجدة فيه. اما المرحلة الثالثة بقى، ودي ناس كتير قوي الحقيقة يعني بتجهلها او ما بتكسل انها تعملها، بتكون مرحلة تعقيم او تنظيف البطاريات نفسها. البطارية معروف ان هي عبارة عن اسلاك وبتبقى ملحومة في بعضها. الحشرة دي طبعا ممكن تكون متواجدة ما بين السلوك دي وبعضها، فبتنقل الجرب تاني للأرانب مرة تانية بعد العلاج. خلينا نتكلم النهاردة عن منتجين بقى أو مرحلتين لعلاج الجرب. المرحلة اللي هنبدأ بالمرحلة الثالثة، يعني اللي هي معالجة أو تعقيم البطاريات. البطارية الخاصة بالأرانب نفسها محتاجين إننا ننظفها تماما من أي أثر لحشرة الجرب دي. فنقدر في الحالة دي نستخدم المركب ده، هو اسمه دايزنون فورت، ده تركيزه 60%. في طبعا حاجات مشابهة ليه في السوق كتير، بس هي الفكرة في ده ان هو غير سام. لكن طبعا احنا بنستخدمه والبطاريات فاضية تماما، بنستخدمه بتركيز 1 سنتي لكل لتر مية. تعالوا بقى نتكلم عن المرحلة التانية للعلاج، وهي ان احنا نخلص من الجرب من على جسم الارنب نفسه. طبعا الحشرة دي بتكون داخلة تحت الجلد، عاملة لنفسها يعني أنفاق تحت الجلد وعايشة حياتها ومبسوطة جدا تمام التمام. فاحنا محتاجين علاج يدخل يتوغل جوه طبقة الجلد اللي هي فيها الحشرة دي، ويبدأ يتعامل معاها ويعالجها. في الحالة دي في حاجات كتير زي مراهم، أدوية موضعية، في حاجات طبعا موجودة في السوق من قديم الأزل، يعني بنستخدمها للعلاج وبتجيب نتائج كويسة. لكن من الحاجات اللي اتعرضت عليا الفترة اللي فاتت، ودي يعني أنا كنت شايفة إنها حلت أزمة برضو كبيرة، كان مركب السلف كيور. المركب ده او الدواء ده هو يعني نقدر نقول عليه ايه، هو زيه زي مرهم الكبريت، هي نفس الفكرة. بس الفكرة فيه ان انا مش هبقى شايلة هم ان الحيوان يلحس مكان الدهان او الكلام ده، وكمان استخدامه هيبقى سهل. يعني لو الجرب منتشر في حتة كبيرة من الجسم، فانا ما عنديش مشكلة ان انا اقعد ادور على كل حاجة واقعد ادهن في الجلد، واقعد اقول للناس ابدأ الدهان من بره لجوه والكلام ده كله. لا عادي، الموضوع طبعا هنا اسهل بكتير، لان ده عبارة عن بخاخ، يعني زي ما احنا شايفين كده هو ده سبراي. ففكرة ان انا استخدم سبراي لعلاج الجرب يعني ده اختراع الحقيقة. فبنستخدم السبراي ده كمان مرة في اليوم، احنا بنرش بس على الاماكن اللي فيها الجرب. الكلام ده لمدة مثلا 3 ل5 ايام على حسب الاصابة، وبنسيبه خالص، وبعدين نبدأ نعمل نفس الكلام تاني بعدها باسبوعين. النهارده يا جماعة احنا بنتكلم عن جرب الارانب بالتحديد، لكن ده ما يمنعش ان العلاج ده نقدر نستخدمه في علاج الجرب في باقي الحيوانات. يعني شغال معانا خيول، مواشي، اغنام، قطط، كلاب. طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا، وبيقدر عشان هو سبراي يدخل لطبقات الجلد اللي متداري فيها الجرب،
وبالتالي يدي نتائج ممتازة. لو شفت الفيديو ده وانت بتربي ارانب او ناوي تربي او حتى عايز تدخل في اي حاجة ليها علاقة بالطب البيطري، يبقى انا مستنية تعليقك تقولي ايه الموضوع اللي محتاجنا نتكلم فيه بالظبط، ومحتاج تسأل عن ايه تحديدا.